من معبر قسطل البري، وهذا المعبر هو واحد من المعابر الحدودية البرية التي يأتي إليها ويتدافع عشرات المواطنين السودانيين يوميا من أجل الفرار مما يحدث على أرض الواقع في السودان. الصورة معكم الآن ترصد ما وصول حافلة قبل قليل من الآن إلى هذا المكان، وهو يعد استراحة محارب يمكن أن نقول إذا جاز التعبير، لقدوم عدد من المواطنين السودانيين إلى ذلك المكان قبل أن يقوموا مرة أخرى بالسفر إما إلى القاهرة أو إلى وجهتهم خلال الأيام المقبلة. هناك عدد من المواطنين يعني يمكنني أن أقول أنهم لا يحملون معهم سوى حقيبة يد، بعض الأموال، وأطفالهم فقط هم من استطاعوا أن يقوموا بإحضارهم معهم إلى ذلك المكان أو إلى مصر. لم يشعروا بالأمان إلا بوصولهم إلى ذلك المكان عندما وصلوا إلى هنا قبل دقائق قليلة من الآن. معي الآن مواطنة سودانية ستتحدث معي حول يعني الرحلة التي قطعتها من الخرطوم إلى ذلك المكان. برحب بيكي في البداية. السلام عليكم، مرحبا. الاسم الأول؟ حسنات عبدين. عاوزينك تكلمينا عن يعني الرحلة من الخرطوم لحد هنا، بقالك قد إيه؟ إيه الأوضاع؟ اوصف لنا المشهد على أرض الواقع في الخرطوم. احنا تحركنا من الخرطوم يوم 28 رمضان. الطلوع من الخرطوم كان صعب جدا جدا. اتحركنا في وقت يعني بيقولوا عليه وقت الهدنة، بس هو صراحة ما كان في هدنة في الموضوع. جازفنا وطلعنا عن طريق شندي وعطبرة، يعني حاولنا نشوف الطرق الآمنة لحد ما نصل. احنا لينا تقريبا 4 أيام في الطريق بنمشي من مكان لمكان، حتى ما حسينا بعناء الرحلة في سبيل انه احنا عايزين نوصل، يعني ان شاء الله نوصل، ان شاء الله نقدر ما تلاقينا قوات في الطريق. اما في الخرطوم الوضع سيء فوق ما تتخيل، يعني مدينتنا الجميلة تحولت لمدينة اشباح، فعليا هي مدينة اشباح، كلها محرقة. الناس كلها طلعت من البلد، ما في حد موجود، يعني كل العوائل، كل الأحباب، كل الأصحاب، الناس كلها بتطلع طالعة ماشية وين ما معروف. ما عندنا موية، ما عندنا كهرباء، جثث في الشوارع، كمية من الذباب. الرحلة انت بتقولي بقالك 4 أيام تقريبا. أيوة. ايه اللي قابلتيه وانت جاية في الطريق؟ هل كان في يعني حرب دايرة على أرض الواقع في الشارع؟ لا، في الطريق ما لقتنا حرب دايرة، احنا مشينا بطريق آمن، يعني ما مشينا بطريق الحروب. كنا دايما بنشوف الطرق اللي هي اللي فيها الناس قدامنا بقول لنا إنها آمنة، بنسأل الطريق كيف قدام. مشينا عن طريق شندي، عطبرة، دنقلة، لين حلفة، يعني الحمد لله ما واجهتنا أي مشكلة. معاكي حقائب أو حاجة ولا؟ ما معي، أنا ما معي حاجة، أنا بس أخذنا العيال ولبسنا اللي علينا وطلعنا، يعني ما كان في مجال إنك أصلا تأخذ حاجة من عندك، ما في كهرباء أصلا، قاطعة من البلد كلها، فحتى أنت عشان تشوف جوا البيوت عشان تعرف تأخذ أغراضك ما حتقدر. بعدين إحنا كنا في حالة بتاعت هلع وخوف، يعني